بالحميد. جاهزين بقى نبتدي مع بعض يوم جديد علشان نعمل ال3 حاجات اللي إحنا اتفقنا مع بعض عليهم، وهو إننا نتعلم حاجة تخلّينا نقدر نوفّر لينا بيئة آمنة علشان نقدر ننتج ونبدع ونوفّر لنفسنا مستقبل أفضل، علشان نعمل تالت حاجة نقدر نبني أسر متماسكة وأسر سعيدة، وولادنا يبقوا مبسوطين وهُم عايشين في الأسرة السعيدة دي معانا، ويبقوا فرحانين وإحنا كمان نبقى فرحانين. واتفقنا إن الحاجات دي مش هتحصل لوحدها، هتحصل لمّا أنا وأنتم نتعلم نعملها إزاي. وعلشان كده هنتعلم ونتدرب كل يوم نعمل الحاجات دي، والنهارده في الفيديو ده هنتدرب مع بعض اننا نتعلم ازاي نوفر الامان، كمان هنتدرب مع بعض ان احنا نروح الشغل ونشجع بعض، وكمان نهتم بنفسنا ونعمل اكلة مغذية لينا، وكمان هنصلي مع بعض وهنروح نتعلم حاجة تخلينا نعرف ازاي نكون أسرة. الحاجات دي كلها هنتدرب عليها مع بعض كل يوم، فيلا نبتدي تدريب النهارده. فأول حاجة هنتعلم مع بعض إزاي نبني بيئة آمنة لينا، وعلشان نقدر نعمل كده محتاجين نتعلم أصلًا إيه اللي ممكن ما يسبب لناش البيئة الكويسة أو البيئة الآمنة اللي إحنا عايزينها. هي المشاكل اللي إحنا بنشوفها الحاجات دي، مش عايزة أقول الكلام أو مش عايزة أقول اللفظ علشان الفيديو، بس إحنا عارفين إحنا البيئة اللي إحنا عايشين فيها بتمُر بإيه دلوقتي، وعلشان ما فيش بنت أحلامها بتتسرق ولا ولد مستقبله بيضيع، محتاجين نتعلم إزاي نخلق بيئة آمنة. وهاعرّفكم النهارده على العلم اللي هناخد كورس كامل أنا وأنتم هنتعلمه مع بعض، أنا الحمد لله أخدته ونجحت فيه وجِبت امتياز. سقفوا لي. فعلشان كده جاية أعلمه لكم ونتفق مع بعض اللي إحنا هنفصصه واحدة واحدة. النهارده بس هنتعلم إيه هو العلم ده أو هناخد فكرة عنه، لإن أنا محتاجة أسهّل لكم الأمور دي كلها. والعلم اللي هنتكلم عليه هو علم النفس الجنائي. علم النفس الجنائي ده بيخلّينا نقدر نوظّف كل النظريات النفسية اللي إحنا اتعلمناها في القانون أو في المجال الجنائي، فإحنا كمتخصصين في علم النفس بنقدر نجمع الاتنين مع بعض، علم النفس والنظريات العلمية والأحداث اللي بتحصل للإنسان اللي ممكن تغيّر سلوكه بعدين وتخلّيه إنسان مش كويس أو إنسان مؤذي، مش هاقول الكلمة أنتم فاهماه. فإحنا كمتخصصين في علم النفس أو الناس اللي مهتمة بالمجال ده أو بالعلم ده، بتفهم إزاي سلوك الإنسان يتغير، وإزاي نقدر نعدل سلوك الإنسان ده. هل بالمعرفة؟ يعني إحنا ممكن نقدر ندّي له شوية معلومات فالأفكار الغلط اللي عنده اللي خلّته سلوكه يكون عنيف هتتغير، والّا هنقدر نعالج الموضوع بعلاج سلوكي، وهو اللي القانون بيقوم بيه هو العقاب. علشان كده دايمًا القانون بيبقى شديد أوي في بعض الحاجات اللي زي دي، علشان ما ينفعش يتسكت عليها، لإن للأسف الإنسان ده بيبقى سلوكه وصل لمرحلة الانحراف وبقى شخص مؤذي جدًا. فعلشان كده الكلام ما بيجيبش معاه نتيجة، اللي هو العلاج المعرفي اللي هاعلمه لكم بعدين برضه بكل سهولة، علشان أنا هاخليكم شاطرين أوي ونفسيتكم زي الفل، والحياة كلها هتبقى كويسة مع بعض إن شاء الله. فللأسف الشخص اللي بيبقى سلوكه انحرف وبقى مؤذي لدرجة إن هو بيأذي غيره، ده الكلام ما بيجيبش معاه نتيجة، لإن المُخ عنده والأفكار عنده كلّها اتلخبطت وكلّها بقت مش سليمة خالص. فالحل هنا بيكون عقاب، بيبقى عقاب سلوكي وهو إنه فعلشان إحنا مش عايزين شاب أو بنت يوصلوا للمرحلة دي، ولا إن الشخص المؤذي ده يأذي إنسان بريء، فإحنا كلنا محتاجين يبقى عندنا ثقافة ووعي بالعلم ده، لإن بالمناسبة العلم ده موجود، ولو إحنا ما استخدمناهوش علشان نصلح الأمور، في غيرنا بيستخدمه علشان يبوظ لنا الأمور. الأذكيا بس اللي هيفهموا الكلمتين اللي أنا قُلتهم لهم دول، وعلشان ما نطوّلش مع بعض لإن إحنا لسه عندنا باقي ال3 فقرات وإحنا لسه في أول فقرة. النهارده عرفنا وفهمنا مع بعض إن في حاجة اسمها علم النفس الجنائي، بيجمع ما بين العلوم النفسية والمجال الجنائي، فإحنا بنجمع الاتنين مع بعض وبنقدر نفهم سلوك الشخص المؤذي اللي هو بيتكوّن إزاي، وبنقدر نتنبّئ، مش تنبُّؤ اللي هو منجمين، لأ، بنقدر نتوقّع الشخص ده أو الشخص اللي سلوكه بقى مؤذي ممكن يأذي الناس إزاي قدّامه، وبنقدر نمنعه عن طريق إن إحنا يا إمّا بنبتدي نعالج أفكاره أو بنعمل حاجات تانية هاقول لكم عليها بعدين. ودلوقتي أول فقرة وهي توفير بيئة آمنة بالنسبة لنا، خلصت النهارده، هنبتدي مع بعض بكرة في نفس الهدف بس خطوة تانية صغننة، عشان خطوة على خطوة هتخلّينا نوصل للهدف اللي إحنا عايزينه. يالّا بينا بقى نروح لتاني هدف، وهو إننا نقدر ننتج ونبدع علشان نوفّر لنفسنا مستقبل أفضل، وده مش هييجي غير بالشغل. ده ميعاد الشغل بتاعي،
يلا بينا نروح الشغل وهاخدكم معايا ونشوف هنعمل إيه. ودلوقتي ميعاد الشغل، قبل ما ابتدي اعمل حاجه في اليوم هجهز الشغل علشان خلاص البنوته جايه دلوقتي حالا، فيلا بينا نجهز. الحمد لله انا كنت مجهزه حاجات كتير هنا ومش هلحق اطلع كل الحاجات اللي انا هستخدمها، بس هطلعها وانا بشتغل من هنا. تمام. فدي حاجه سهلت عليا الحمد لله، ان انا كنت مجهزه حاجات قبل كده، مش هقعد كل شويه ادخل واطلع وادخل واطلع. فهجهز بس كده الحاجه بتاعتي اشيائي واضمهم على بعض كده مؤقتا عقبال ما اخلص، وبعد كده هبقى اروح بقى ايه، ادخل الحاجات بقى اللي انا مش عايزاها جوه واطلع الحاجات اللي انا عايزاها من كده، فاهمين؟ هخلص وارجع لك هشوف بقى هي هتوافق تتصور معانا ولا هتقولي لا. تمام. لو هتوافق تتصور هصور لكم وانزله، لو مش هتوافق هنرجع نكمل اليوم مع بعض. خدي بوسي النهارده، خدي قلب النهارده، كمان شويه اشوفك. قولي طلباتك بقى. طلباتي انا عايزاك اللوك نفسه، بتحبي حاجه قويه هاديه، عايزه تركيز على العيون، عايزه تركيز على الروج، عايزه يعني انت بتحبي ايه؟ بصي عايزه اصور اي حاجه بتحبيها. لا انا عايزه رسمه تاني حلوه. تمام. حلوه ولا قويه في فرق؟ قويه. ماشي. وروج هادي. ماشي، احنا التركيز كله هيبقى على رسمه العيون. تمام. ونعمل ايه دلوقتي؟ جاهزه تشوفي نفسك؟ والله انا مبسوطه من كده. انا واثقه. انت اللي عايزه. لا بجد والله العظيم شكلك قمر اصلا يعني. والله العظيم احلى من الميك اب بتاع فرح. ودلوقتي خلصت الشغل هروح اصلي العصر بقى عشان الوقت ما يسرقناش، ونشوف بقى الخطوه اللي بعديها ونكون ايه جاهزين. خدي قلب النهارده قبل ما نصلي عشان يبقى وقت مبارك كده. ودلوقتي خلصنا الشغل وجعت جدا، محتاجه بصراحه اشحن طاقه. يلا بينا انا وانتم نروح نعمل حاجه ناكلها ونرجع للهدف التاني. والآن مع فقرة العشاء. هنعمل ايه النهارده؟ انا عازمه نفسي على ايه؟ عازمه نفسي على برجر. هتقولي لي ليه برجر وانت لسه واكله امبارح لحمه؟ متغيري كلي اي حاجه تانية. هقول لكم انا مهتمه اليومين دول بالبروتين ليه. انا قررت اطلع كل الذكريات الحزينه وكل الحاجات اللي ضايقتني في حياتي كلها احطها قدامي على الترابيزه كده عشان اخلصها اول باول، علشان الفتره الجايه مقرره ان انا اركز في حياتي، وعلشان تقرروا ان انتوا تتعافوا من اي حزن هتشوفوه في حياتكم او شفتوه. للاسف كل الافكار دي هتسبب لكم حزن، والحزن بيأثر على مخنا. خدوها مني، 6 سنين دراسه في علم النفس، خدوها مني. النواقل العصبية وخصوصا الدوبامين بيتأثر جدا من الحالة النفسية وخصوصا الحزن. فعلشان ما ادخلش نفسي في اكتئاب وما ادخلش نفسي في حالة نفسية سيئة، فبلحق نفسي من البداية. فأي حد مقرر يواجه نفسه ويواجه الظل بتاعه زي ما كارل يونج قال لنا. وبالمناسبة كارل يونج ده عالم نفس، هبقى اشرح لكم بعدين الحوارات دي في الفيديوهات العلمية. هو قال لنا ان مواجهة الظل دي هتخليك تتألم، تخليك تتعذب. هو احنا بنعمل الحاجات دي محتاجين بقدر الامكان نسحب نفسنا من الحته الوحشه اللي احنا بنروح لها. فعلشان انا اسحب نفسي وعلشان ادربكم تسحبوا نفسكم وما تروحوش هناك كده، لازم نهتم بالنوم والغذاء. وده اللي انا بعمله اليومين دول، اشتغل وبرضه بنام وبتغذى كويس. في اوقات كتير جدا او انا اصلا طول عمري ما بهتمش بالغذاء وما بهتمش باكلي. هرغي معاكم واحنا بنعمل، هارجع معاكم واحنا بنعمل. هناخد طبستنا الجميله ونحطها على النار. انا طول عمري ما بهتمش باكلي، يعني للاسف دي حاجه وحشه جدا وده غلط انا بعمله، ولكن في اوقات كتير جدا لو احنا مش مهتمين باكلنا مودنا او مزاجنا بيكون كويس. ففي الايام دي عادي بتقدروا تمشوا، بتقدروا تنتجوا، بتقدروا تعملوا حاجات كتير جدا، لان كده كده مزاجكم عالي العال. ولكن في ايام المزاج ما بيبقاش افضل حاجه، فلو المزاج مش افضل حاجه وانا كمان اهملت في نومي وفي اكلي، فكده احنا رايحين في حته وحشه كلنا مش عايزين نروحها. فاليومين دول انا وانتوا لازم نهتم بالغذاء، وخصوصا لو انتوا قررتوا ان انتوا تواجهوا اي حاجه زعلتكم، وتفتكروا اي شخص اذاكم، وتفتكروا اي شخص قرر ان هو يكون مؤذي ويكون مناع للخير زي ما ربنا قال.
معتدٍ أثيم، يعني اللي بيمنع الخير ده اعتدى عليكم حتى لو بكلمة، فلو قررتوا إن أنتم تطلّعوا الناس دي قدّامكم كده وتواجهوهم ما بينكم وما بين نفسكم، صدقوني الأكل هو اللي هينقذكم. فأنا هاعمل دلوقتي برجر لإن البروتين مهم جدًا للمخ، ما لوش علاقة بالعضلات، أنا ما باكوّنش عضلات دلوقتي، فيالّا بينا. طوّلت عليكم؟ قولوا لي طوّلي يا سمكة زي ما أنتِ عايزة، لإن أنتِ بتدّينا معلومات مهمة ومفيدة، وإحنا بنتعلّم منِّك إزاي نقدر نتعافى نفسيًا، وبنتعلّم منِّك إزاي نستخدم علم النفس في حياتنا عشان نخلّيه أحسن، لإن علم النفس مش بتاع المجانين زي ما ورثنا الأفكار الغلط من أهالينا زمان، معتقدين اعتقاد تام إن كل اللي بيشتغل في علم النفس بيتعامل مع مجانين، والله أبدًا، علم النفس ده هو اللي هيخلّينا نقدر نضبّط حياتنا كلّها، هنستخدمه في شغلنا، في دراستنا، في إنتاجيتنا، علم النفس الإيجابي هنستخدمه علشان نخلّي حياتنا أحسن، علم النفس الاصطناعي هيخلّينا نتعلّم إزاي نشتغل وننتج أكتر، علم النفس الأسري هيعلّمنا إزاي نبني أسر أقوى وهيعلّمنا نبني إيه ده؟ وأكثر تمسّكًا أيوه كنت هاقول وأكثر تمسّكًا وأكثر تمسّكًا خلّونا برضه يعني إيه، ندخّل اللغة العربية كده. تعالوا بقى نحط البرجر بتاعنا. ما تسألونيش أنا حاطة دي ليه، بس أنا هاروّق يعني هنروّق أنا وأنتم مع بعض في يومٍ ما. دي كده خلاص شكرًا. ودلوقتي وصلنا للهدف التالت، أنا مش عايزة أطوّل عليكم، بس الهدف التالت بالنسبة لنا هو بناء أسرة متماسكة، وبناء الأسرة مش هييجي غير لمّا إحنا نعرف إيه هي الأسرة، وإيه الهدف من بناء الأسرة أصلًا، وعلشان كده برضه هنستخدم علم النفس الأسري، وبرضه درسته ونجحت فيه الحمد لله، وهاشرحها لكم واحدة واحدة، بس أنا شايفة إن كفاية معلومات عليكم كده النهارده علشان ما تفصلوش مني، وبكرة إن شاء الله ناخد معلومة جديدة ونبتدي مع بعض يوم جديد. لو جاهزين بقى لبكرة روحوا ناموا أو خلّصوا اللي وراكم، وبكرة نشوف بعض إن شاء الله، باحبكم جدًا، دمتم بخير وأشوفكم على خير بكرة، هاتوا القلب بتاعي، باي باي.